الجنيه المصري يساوي كام سوداني النهارده؟ دي خطوة من الخطوات اللي هتنزل العقار. طب ازاي هتنزل عقار؟ وازاي انا من شهور بقول لكم ان العقار هينزل تدريجيا وبشرح لكم الخطوة دي؟ اكتر ناس اجروا عقارات الفترة اللي فاتت كانوا اللاجئين السودانيين، تمام؟ طيب في الفترة اللي فاتت كانوا بيرضوا بأي حاجة، دلوقتي لا. في الفترة اللي فاتت الجنيه بتاعهم بداية لما جم ينزلوا مصر كان ب 14، دلوقتي شوف لمس كام. اسأل السودانيين، بلاش انا عشان ما تقولش ان انا كذاب. فبالتالي بقى بيحسبها. ليه اروح اخد شقة؟ في الاول كان ياخد شقة ب 10000 وب 15000 وب 18000 وب 20000 مش فارقة معاه وعادي، يعني ايه يعني الفلوس دي مش ملهاش لازمة. تمام، لكن دلوقتي بيحسبها. دلوقتي اللي كان قاعد في شقة ب 10000 بيطلع من الشقة دي يروح يدور على شقة ب 6000 ب 7000، اللي كان قاعد في شقة ب 20 بيدور على ب 10 دلوقتي. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل كمان ان في السنتين اللي فاتوا اغلب اللي اجروا شقق هلكوها بمعنى الكلمة، ما بين بقى حشرات وما بين تكسير في الفرش وما بين حاجات كتير. فاللي بيجي يأجر دلوقتي كمان على طول معترض على الشقق، فشقق كتير مقفولة على الفاضي. فده في الخطوة اللي جاية هيخلي الشقق تنزل اكتر واكتر. ليه؟ مفيش استثمار. كل 10 12 واحد جم من محافظة اشتركوا واشتروا شقتين 3 4 عشان يستثمروها، مقفولة دلوقتي ما بتتأجرش ومش جايبة نص السعر اللي كانت بتجيبه. فبالتالي في ركود في السوق، الركود ده هو اللي هينزل اسعار التمليك اللي بالفعل في ناس نزلت منها بال 200 وبال 300 الف. فبعمل لكم حلقة تانية على الموضوع ده عشان مش هيخلص في حلقة واحدة.